مصدر من الاهلي يفجرها: هناك رغبة الآن في ضم لاعب أجنبي يكون لاعب حر، لاعب فري، ما يكونش مرتبط بنادي، لاعب أجنبي يكون جناح ومهاجم. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن النية تتجه الآن للتعاقد مع لاعب أجنبي يكون فري، لاعب حر، زي كده ما عمل الزمالك في صفقة اللاعب الجابوني بوبينزا، لاعب حر لاعب فري هيكلف النادي فقط راتبه. اهو النادي الاهلي بقى دلوقتي بيدور على حاجه زي كده، لاعب يكون متميز ويكون فري وحر، بيلعب جناح وبيلعب مهاجم، بحيث ما يكلفش خزينه النادي الاهلي اولا اي دولارات، زائد كمان برضو ما يكونش لسه هناك مفاوضات تبدا بقى من اول وجديد ما بين امير توفيق وما بين النادي بتاع اللاعب ده، لان طبعا زي ما احنا عارفين امير توفيق بيحتاج كده شهرين 3 4 5 6 كده علشان يخلص المفاوضات. ودلوقتي الاهلي مرتبط بيوم 12 سبتمبر علشان قائمة السوبر الافريقي.